مش عايز اقول لك حاله من العته والجنون مسيطره على السلفيين والاسلاميين بقالها يومين من ساعه نشر ملفات ايبستين. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال: لو بكره اترشح واحد مسلم وفاز برئاسه الانتخابات الامريكيه وبقى رئيس امريكا مسلم، هل النهارده هنقول ان الحكم في امريكا بقى اسلامي؟ الاجابه قاطعه لا. ولا لما يبقى الرئيس مسيحي يبقى الحكم مسيحي، ولا لما يبقى الرئيس يهودي يبقى الحكم يهودي، ولا لما الرئيس يبقى ملحد يبقى الحكم ملحد. الحكم في امريكا حكم ديمقراطي، اللي بيفوز باغلبيه الصندوق هو ده اللي بياخد الرئاسه الامريكيه. طيب نرجع بقى خطوه لورا لموضوع ان الحكم الاسلامي هو الحكم اللي هينقذ العالم، وهو المفروض هو اللي ينقذ العالم. ده بأمارة ايه حضرتك روح اقرا كتاب بدائع الظهور في وقائع الدهور بتاع ابن اياس، واسمع الفضايح، اتفرج على الفضايح واسمع الفضايح اللي عملها سليم الاول الحاكم العثماني لما جه دخل واحتل مصر. انا بسميها احتل مصر مش فتح مصر. سليم الاول وفق ابن اياس، واقرا الكلام ده موجود في كتاب ابن اياس، في اول يوم من دخوله في مصر قتل 10,000 نفس، يعني عمل مجزرة يعني لا يمحوها التاريخ. 10,000 نفس، اغتصبوا سيدات، خدوا أطفال صغيرين، محدش عارف مكان الأطفال دول. بعد كده عرفوا وصلوا الأطفال دول فين لغاية دلوقتي. يعني من الواضح إن هم كان ليهم كمان في العيال الصغيرة اللي هم اغتصبوهم احتمال كبير وفق ابن إياس إنهم اغتصبوهم وقتلوهم. مين قال ان الحكم الاسلامي كان حكم هو اللي هينقذ العالم؟ اللي هينقذ العالم في الحقيقة الوضع هو الحكم العادل، هو القانون اللي بيمشي على الكبير والصغير، هو المحاسبة، هو الديمقراطية. إذا الحكم في أمريكا حكم ديمقراطي. طب أنا عايز أسألك سؤال: لو ما كانش الحكم في أمريكا حكم ديمقراطي كان سمح بنشر ملفات إبستين؟ كان في وزارة عدل في أي دولة عربية أو إسلامية زي ما أنتم بتدعوا تقدر تنشر ملفات زي ملفات إبستين؟